على بيتك سنجاب. ايه ده والله نار قاعد في نفس الترابيزه وحاجه ما عجبتنيش اعمل بيها الامريكاني الجامد. This is awful. تحس ان انت قلت حاجه جديده غريبه ولكن كله فهمها وكانها كلمه عاديه. الله اكبر. سامعين؟ في حاجه بتولع. شايفين الاستاد اللي ورايا ده اللي هيتلعب فيه نص نهائي كاس عالم 2026 والاستاد ده موجود في مدينه ارلينغتون اللي انا عايش فيها وهتبقى اول مدينه هنتكلم عليها في احد مدن عشت فيهم هنا في تكساس او اللي انا شفتهم واشتغلت فيهم والكلام ده كله. طبعا عشان اشرح لكم الموضوع بشكل ابسط وتكونوا فاهمين ان امريكا دي قاره لوحدها بمعنى اصح. فامريكا امريكا اللي قدامكم دي بتتكون من 50 ولايه. احنا في الساوث تحت، احنا في ولايه تكساس. ولايه تكساس دي كانها دوله لوحدها. ولايه تكساس حرفيا شبه يعني مصر اكبر ولكن هي قريبه جدا من الحجم بتاع مصر. يعتبر تكساس انت بتتكلم كانك بتتكلم عن مصر ومحافظاتها دنيتها كلها. تكساس بقى تتقسم لاربع حاجات، هي في نورث تكساس، في ساوث تكساس، في ايست تكساس، وفي ويست تكساس. احنا بقى المكان اللي احنا فيه نورث تكساس، فاحنا في شمال تكساس. شمال تكساس بقى بيتقسم لمدن، في مدن كتير في شمال تكساس. احنا في اريا او في منطقه اسمها دي اف دبليو، ودي اف دبليو دي معناها دالاس فورت وورث، ده اسم مدينتين كبار هنا. فاحنا في المنطقه دي، فاحنا دي اف دبليو شامله مدينه دالاس، مدينه فورت وورث، والمدن اللي حوالين المدن اللي هي فورت وورث ودالاس. والاستاد اللي انتوا لسه شايفينه ده في مدينه ارلينغتون اللي بعيده عن دالاس 10 دقائق، فهي برضه شامله منطقه دي اف دبليو. اكيد فهمتوا انتوا الموضوع بقى. اول ميزه في مدينه ارلينغتون وهي كل ما نفسك تحن على البط بتاكله ببلاش، مش محتاج انك تشتري. يعني شايفين البط ده؟ شايفين كل ما تحن تجيب واحده منهم وتاكلهم زي ما انتم شايفين. ودول كانوا ذكر وانتايه، يعني الكبير ده كان ذكر وانتايه. انا اكلت اعتقد الذكر ما بقاش الا النتايه وكلت 2 من عيالها، ولكن انا بستثمر فيهم. انا مستنيهم يكبروا شويه بامر الله واخزن في الفريزر وادب. لا بجد والله ارلينغتون انا بحب عن نفسي مدينه ارلينغتون ان احنا موجودين فيها دي في كل حاجه. انا بحسها ان هي مدينه للاغنياء ولكن عادي افوردبل جدا وانك تقدر تتحمل تكاليفها. والله نار يا معلم. لا قلت لك نار. ولعت. لا والله سخنه مولعه. تعال نقعد على الكرسي هنا. يلا على بيتك سنجاب. ايه ده واقف لنا. عايز اقعد هنا. تعال. هو تايه ولا ايه؟ سيبكم منه، تعالوا نقعد. هجيب له بندقيه. فين؟ ده في 2 كمان هنا. بص انا شكلي كده هتخلى عن البط وابتدي ان انا اركز مع السناجب شويه عشان كتير. مش انا عادي اكل سنجاب ولا والله ما اعرف. تعالى جبت لهم اكل. خد هي خد عليه. ايه ده؟ ده عمل كده ليه؟ خد كاتش. طب اتكل بقى على الله، اتكل على الله عشان عايزين نصور. يعني انا صراحه ربنا بحس ان ارلينغتون مش غاليه انك تعيش فيها، مع ان الحاجات اللي حواليك مناظر حلوه ايا يكن، الليك، الشوارع النظيفه، البيوت الحلوه، الايجارات الرخيصه، كل الكلام ده انا بحس صراحه ربنا. يا عم اتكل على الله بقى. فين السنجاب؟ انا ما معيش حاجه اكله. تعالى يا عم عشان يمشي. امشي يا عم. يعني زي ما قلت لكم ان انت بتعيش في مكان كويس في نفس الوقت حواليك حاجات كتير. هي بمعنى اصح مدينه سياحيه ارلينغتون لان فيها الاستاد زي ما قلت لكم، فيها يا عم امشي بقى امشي. بقول لك ايه، تعالى اوريكم. يعني شايفين المنطقه اللي احنا فيها دي 70% من مدينه ارلينغتون او 70% اصلا من امريكا. نفس المنظر اللي انتم شايفينه ده عباره عن شويه شجر مع شويه بيوت والدنيا هاديه وبعيد عن الشوارع، بعيد عن صوت العربيات، بعيد عن الدوشه، بعيد عن المصانع، كل الكلام ده بعيد عنه وانت عايش في منطقه زي دي. وانت اللي بتتفرج على الفيديو انت ممكن تقول انا مستحيل اعيش في منطقه زي دي. انا بقول لك انت ممكن تعيش في بيت من البيوت دي ولكن مش هتاخد البيت كله ليك. يعني البيت مش هيبقى كله ليك، ممكن تاخد اوضه في البيت. في ناس هنا بتأجر اوض في البيت، تاخد انت اوضه لوحدك بحمامك بدنيتك بركنتك بالنت بتاعك بكله. وحرفيا الشخص اللي بيصور الفيديو دلوقتي هو عايش في بيت في المنطقه دي، واخد برده اوضه بيدفع لها $800 في الفواتير كلها 1200 وتبقى عايش معزز مكرم الدنيا زي الفل. فده 70% من مدينه ارلينغتون اللي بحبه، ان هو المنظر اللي انتم شايفينه ده منظر هادي جميل ومش بعيد عن السنتر بتاع المدينه ولا عن الطرق السريعه وكل الكلام. ولكن ده بالنسبه لو انت هتعيش في بيت. ولكن لو انت عايز تاخد شقه في كومباوند او مجتمع اللي هو شقق وكده، ما تيجي نروح نشوف. بالنسبه للشقق بقى فده مثال بسيط زي ما انتم شايفين لشكل الشقق. بتبقى عباره عن شقه دور واحد فيها مثلا شقتين ورا بعض او 4 شقق، وساعات بدل الدور واحد زي ما انتم شايفين. يعني مثلا بدل دور واحد زي ما انتم شايفين بتبقى دورين. بس انا اللي لقيته وريتكم يعني. والاسعار برده بتكون في حدود $1000 1100 1200 على حسب كام اوضه كام حمام الكلام ده كله. ولكن انا كعمر لو انصح ما تاخدش شقه. انت لو لحالك تاخد اوضه في بيت في منطقه هاديه وبنفس سعر الشقه. ولكن انت الشقه عشان برايفسي اكتر هيبقى معاك لوحدك، معاكش روم ميتس، معاكش الكلام ده كله، الشقه كلها لوحدك. ولكن طبعا هي بنفس السعر. ولكن انا لو شخص لوحدي عشان اوفر في مصاريف واظبط دنيتي هاخد اوضه في البيت تكون احسن.
وكمان اسعار الايجارات بتاعه الابارتمنتس او الشقق بدات تعلى، ان الناس حبايبنا اللي بيجوا من كاليفورنيا على تكساس، كل الناس بدات تنقل على تكساس من كاليفورنيا والاماكن دي، فبداوا ان هم يعلوا السعر الايجار سواء الشقق والبيوت والكلام ده كله على الناس. فانا كواحد عايش في تكساس الاسعار بتطلع عليا عشان في ناس كتير بتيجي من ولايات تانية سواء فلوريدا سواء كاليفورنيا، ولايات كتير بيجوا هنا على تكساس، فالموضوع مقصر هنا. فبتوع كاليفورنيا خليكم هناك بالله عليكم، عشان انتوا بتيجوا باسعار كاليفورنيا وتيجوا تقرفونا هنا في تكساس وبتغلوا علينا الدنيا وحاجه يعني اخر هم. يا اما بقى تظبطوا لنا الدنيا ونيجي احنا عندكم كاليفورنيا. بس يا ماتش يا ابني استنى بقى، بس يا ماتش فين ده مثال لشكل الشقق في هنا موجود. اللي بيعجبني برضو في مدينه ارلينغتون ان موضوع الترفيه فيها او الفسح موجود كتير قوي. اول حاجه انا بحبها هي موضوع ان فيها السكس فلاج. السكس فلاج يعتبر من اكبر الملاهي اللي موجوده في امريكا، مالهاش فروع بس في تكساس، ليها فروع في عدد اماكن كتير. واحنا في موضوع السكس فلاج ده عاملين زي ممبرشيب كده، عضويه سنويه بتدفع لها شهريا. احنا الخمسه كلنا كل اللي في البيت $45 حاجه زي كده، بتخش فيها انليمتد للملاهي. ولكن احنا النهارده اول يوم مدارس هنا في امريكا، فهي قافله وما بتفتحش الا الويك اند اللي هو سبت وحد. ولكن بالممبرشيب دي ممكن تخش سبت وحد زي ما انت عايز من غير ما تدفع اي حاجه، لان اصلا الدخول اليومي فيها يوم الواحد مثلا بتلاقيه $50-60 غير الباركينج. ولكن بالممبرشيب تقدر تركب ببلاش، تقدر تعمل كل حاجه ببلاش، فممتازه الصراحه. مش بتدخلك كمان دي بس، في كمان لما تيجي نشوف يعني لو شايفين دي مدينه الالعاب اهي، دي السكس فلاج، ووراكوا دي الهاركن هيربر او مدينه الالعاب المائيه اللي هناك. والاثنين تعمل ممبرشيب وتقدر تخش بيهم. ممبرشيب بقول لكم الخمسه بندفع شهريا $45، ولكن تقدر تخش دي في اي وقت، تقدر تخش دي في اي وقت. فبتفرج على ناس كده في امريكا اللي هم بيحبوا يحبطوا الناس قوي ويحسوا احنا عايشين، يقول لك مفيش ترفيه، مفيش اجتماعيات، مفيش معرفش ايه. لا، في كل حاجه، بس انت انزل ودور واعرف. يعني عندك اهو دي العيال الصغيره، لو جروب عرب عموما موجود هنا كتير في المساجد، بيروحوا الاماكن دي وبيعملوا ايفنتات في الاماكن دي سواء دي او دي. فانت الشخص اللي بيحدد لو انت عايز تبقى اجتماعي وعايز تفرح وتنبسط في المكان اللي انت فيه وبشكل محترم ولا لا. تبقى السلبي يخليك ايجابي. ها، فدي برضو من حبي انا في ارلينغتون ان فيها برضو ايه ترفيه كتير اكتر من مدن ثانيه. يعني السكس فلاج دي سواء دي او دي هي مدينه العاب كبيره قوي قوي، بيجي لها ناس من بره دالاس، يعني من ايست تكساس بيجوا ناس، من ويست تكساس ناس بتيجي مخصوص عشان خاطر تيجي يوم كامل كده جايين نتفسح في المكان ده ونرجع. الفيديو ده في حب ارلينغتون، ودي المدينه المقربه لقلبي هنا في تكساس من كل اللي شفتهم صراحه ربنا، يعني سواء في الاسعار بتاعه العيشه، سواء شكل المعيشه، سواء اي حاجه. وكمان ارلينغتون ميزتها انها في النص، يعني لو انتم شايفين في الخريطه هي في النص، قريبه من فورت وورث وقريبه من داون تاون دالاس، يعني هي في النص قريبه من كل حاجه حرفيا. وفيها كل الهايوات، يعني الاي 20 الهايوات دي او الطرق السريعه الرئيسيه اللي بتنقلك بين امريكا كلها، فيها بيعدي منها الاي 20، بيعدي منها الاي 30، بيعدي منها كل الهايوات الاساسيه اللي بتوديك. فانت حرفيا بتنط على الطريق السريع ده تكون عايز تروح حته ثانيه. فطبعا في حاجات ثانيه، في مطاعم من جنسيات كتير، مكسيكي، مصري، وفي عرب كتير هنا كتير قوي. ولو عايزين تشوفوا، انا رحت هناك قبل كده جامع وحصل معايا مشكله قبل كده، الفيديو يظهر قدامكم. انا كنت عملت فيديو، كان اول فيديو في سلسله اكتشاف تكساس، واتكلمت عن المدينه اللي انا عايش فيها اللي هي ارلينغتون. ولكن انا مش عايش في ارلينغتون صح ربنا، انا عايش على حدود ارلينغتون، يعني انا في ارلينغتون وفورت وورث في نفس الوقت، ولكن انا قريب لارلينغتون عن فورت وورث. ولكن حب ارلينغتون والله العظيم. ولو انت جاي جديد انا ارشح لك ارلينغتون. لو انت جاي جديد سواء اي طريقه انت جاي بيها، تعالى ارلينغتون، خد اوضه فيها، عيش فيها، والدنيا زي الفل وحياتك تبقى زي الفل والله العظيم. سامعين؟ في حاجه بتولع، سكرنا السكس فلاج ولعت. هم تعالى حاطينا بنزين، لو شايفين فول تانك حاطينا 17 جالون ب $49. البنزين بدا يرخص، يعني البنزين دلوقتي ب $287 للجالون، بعد ما كان مثلا ب 23 او 33. فالاسعار بدات ترخص شويه. يا رب خلصنا بقى من بايدن ساعه ربنا، لانه من اول ما جه والاسعار بدات تغلى بطريقه يعني ايام ترامب، يعني وانا ما كنتش جامد ايام ترامب، كنت لسه جاي امريكا، ولكن كانت كل حاجه رخيصه صراحه ربنا، والكورونا وكانت ليله. ولكن معلم بايدن خربها، واللي بيعملوا فينا يعني مش كفايه. تمام، كنت نزلت بوست على الكوميونتي على اليوتيوب وقلت ان انا شهر 9 اللي جاي ده هبقى تميت بامر الله في امريكا 5 سنين. فنزلت بوست قلت عايزين تعرفوا ايه عن اول 5 سنين او اول سنين في امريكا وكده والكلام ده كله. جالي اسئله كتير جدا على البوست، فانا قررت ان السلسله اللي احنا بدأناها اللي هي احسن مدن موجوده في تكساس انا عشتها والكلام ده كله، هجيب مدينه ونرد على كذا سؤال من اللي موجود في البوست. واحنا شفنا مدينه ارلينغتون، فالجزء الثاني بامر الله يبقى فيه مدينه ثانيه برده نشوفها، واكون انا جربتها فعلا وعارف تفاصيل عنها واعرف ارشحها لاي حد جاي. وانا صراحه ربنا برشح ارلينغتون. ارلينغتون ممتازه ممتازه ممتازه، في مدن ثانيه ولكن هسيبها للفيديوهات الجايه. فارلينغتون ممتازه. وخلينا نبدا باول سؤال. انا جبت شويه سؤال، واول سؤال بيقول لي من شخص اسمه ذا دارك نايت 4895، بيقول سؤال: انت لما رحت كنت متقن اللغه الانجليزيه ولا لا؟ بصوا، وانا في مصر انا كنت في مدرسه لغات، مدرسه الشمس التجريبيه للغات في الخنكه. بس انتوا عارفين طبعا مدارس اللغات يعني انت بتاخد بدل الدراسات، لا دراسات بناخدها بالعربي، بدل العلوم بتاخدها ساينس، بدل الحساب بتاخد ماس،
فكنا يعني ايه، وبدل الانجليزي الهلو العادي الطبيعي كنا بناخد انجليزي هاي ليفل، ولكن ده ما كانش بنظام التعليم في مصر، ما كانش بيديك ادفانس على اي حد. يعني زي المدرسه الحكومه اللي هو مش لغات، بيديك بس ادفانس في ان انت عارف شويه مصطلحات بتاع، مظبط نفسك في الانجليزي اعلى شويه، ولكن ما بيدكش ميزه اللي هو انت تبقى جامد، بالذات لو اللغات دي حكومه مش خاص. فلما جيت امريكا ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي، بس عارف شويه كلمات بسيطه جدا جدا جدا. ولكن انت فعلا اول ما بتخش امريكا وتتكلم مع الشخص انجليزي، انت لا هتعرف تتكلم ولا هتعرف تفهمه. انسى، مش هتيجي الموضوع ده الا بالممارسه. وانا كنت عملت فيديو كامل عن قصتي اصلا مع ازاي اتعلمت انجليزي، قديم شويه اعتقد من سنه نزلته، هحط لكم برده اللينك بتاعه شوفوا في الاخر، او خشوا على القناه من جوه هتلاقوه موجود. ولكن انا اتعلمت الانجليزي وكنت حاجات في الفيديو ده كله، ولكن ملخص الفيديو معنى اصح، ولكن في تفاصيل هناك هتفيدك جدا جدا والله. في ناس فعلا، انا ده من اكتر الفيديوهات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، ناس فعلا استفادت منه، وناس فعلا فرحت ان هي استفادت وعرفت تطبق الحاجات دي على ارض الواقع، سواء ناس بتتعلم في مصر او ناس هنا في امريكا بدات ان هي عندها مشكله في الانجليزي. ولكن ملخص يعني ان انت لازم تمارس وما تتكسفش. انا كنت بجح جدا في الاول، كنت اخاف اتكسف ان انا اكلم الراجل ده، ان انا مش عارف اقول له ايه، ولكن انا بروح اتهته احسن من ان انا ما احاولش. فحاول ان انت تمارس. انا ما كنتش متقن انا ابيض في الانجليزي، ولكن دلوقتي انا بلح برضه في الانجليزي انا لسه بلعب في الانجليزي، ولكن انا اعرف اجيب محادثه. يعني انا اقدر اقف دلوقتي افهم 100% محادثات طبيعيه في كل حته، ولكن ما اقدرش اتكلم 100%. انا اتكلم 80% 70%. ولكن لو دخلت كمان في التفاصيل في الانجليزي، يعني بقى بتتكلم فيري ديب او باكسنت بنتي كلب انا مش فاهم منها حاجه، هتعرف ان انا بطيخ. ولكن انا ماشي حالي الحمد لله، يعني بقى بعرف اتعامل يعني، والدنيا زي الفل. فموضوع الانجليزي انا ما كنتش متقن، ولكن اتقنته مع الوقت، ودي حاجه هتاخدها مع الوقت لو انت حطيت وقت ايفورت. وانا مش قصدي ايفورت انت كل يوم تفتح الكتاب وتعمل ولا اي حاجه، انت بس الكلمه اللي بتقف في صوتك بتسال عنها معناها ايه، وتعرف تستخدمها تاني يوم. انا قاعد مع الشخص الفلاني وقال كلمه وانا قاعد على الترابيزه، وانا جبت المثال ده في الفيديو، قال كلمه ذاتس awful، فانا مش عارف يعني ايه awful. فبكل هدوء بعد ما اخلص، هاي واتس مين باي awful، فشرح لي واحد انت awful معناها مقرف، بتقولها في الحته الفلانيه، تمام awful تمام. بكره قاعد في نفس الترابيزه وحاجه ما عجبتنيش، اعمل بيها الامريكاني الجامد، this is awful. تحس ان انت قلت حاجه جديده غريبه ولكن كله فهمها وكانها كلمه عاديه، الله اكبر. مع الوقت بتلاقي الدنيا بتمشي معاك. هنخش على السؤال الثاني، وهم هيبقوا 3 اسئله في كل فيديو. والسؤال الثاني بيقول كلمنا عن الناحيه الاجتماعيه في امريكا، من حيث مثلا هل سهل تلاقي صحاب او تتعايش مع ناس ثقافتها مختلفه تماما كشخص مسلم. بالنسبه للصحاب، فانت يعني على قد ما هتعمل صحاب امريكان سواء في الجامعه سواء في الشغل سواء في التعاملات، هتحن لاصحاب بلدك صراحه ربنا. لو انت متربي وكبران في امريكا، انت عايز واحد نفس دماغك، او بقى هتاخد معاك وقت انك تغير في ده. ولكن اول حاجه عشان تعمل صحاب هنا في امريكا، لو انت بتتكلم عن صحاب امريكان او صحاب اجانب، فكره ان انت يبقى عندك لغه. لازم اللغه عشان تعرف تندمج مع الشخص ده، تعرف تتعامل معاه، تعرف تفهمه ويفهمك والكلام ده كله. اول حاجه بيزك لغه في اي حاجه في امريكا يا جدعان، لازم اللغه. شغل، دراسه، عمل، اي حاجه لازم اللغه، يا اما هتتعب قوي قوي قوي. وانا عندي مثال في القناه، عندي بدل 1 2 و3 واتكلموا كلهم على موضوع اللغه. فلازم اللغه لغه لغه، وسيبك من اللي يضحك عليك. ولكن يعني ربك بيكرم لو انت نيتك صافيه، حتى لو جيت من غير لغه زي العبد لله، ربك هيكرمها معاك ويظبط الدنيا. بس انت لازم تحط ايفور وتاخد بالاسباب. المهم بالنسبه للناحيه الاجتماعيه، انت هتعمل صحاب، ولكن انت في الاول هتعمل صحاب مصريين. صحاب الامريكان سهل جدا انك تتعامل معاهم، ولكن انا كنت برضو اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو فات، لان كل الحاجات اللي بتيجي في دماغي من فيديوهات فات ان انا اوريدي عاملها. فانت لو خدت جوله في فيديوهات تلاقي كل الاجابات اللي كنت انت عايزه، ان انا عامل فيديوهات كتيره جدا عن مواضيع كتير جدا في امريكا. ولكن موضوع الصحاب ده، انت لو عايز صاحب امريكاني هتعرف ان انت هتتخلى عن حاجات. يعني هتتقبل ان انت وانت قاعد معاه يقول كلام ممكن يكون ضد عاداتك وتقاليدك ودينك وكل حاجه انت مؤمن بيها كشخص. الستاندرز بتاعتك، الخطوط بتاعتك ممكن هو يعديها. هزاره مش هيبقى نفس الهزار اللي انت متعود عليه. ولكن انا ملاحظ اصلا في مصر او اصحابنا احنا في مصر اصلا، احنا بنعدي الخطوط لو في خط، اكتر خط احمر فيكي بنعديه مع بعض. ولكن انا قصدي خطوط هنا من ناحيه الدين. يعني هو ممكن يهزر على الاله بتاعك، ممكن يهزر على الدين بتاعك، ممكن يهزر على هويتك، ممكن يهزر على اي حاجه ممكن يهزر معاه، ولازم انت تتقبلها بقى بما انكم صحاب وكده. فلو انت شخص هتعرف تعمل ده مع الشخص اللي قدامك وهتعرف تتفاعل معاه بالطريقه دي، روحها. يعني لانك انت مجرد ما تعرف الشخص ان انت ما فيش ظرف حته فلانيه، مفيش ظرف فلانيه، افكاره اللي هو متقبلها ومؤمن بيها وانت مش يعني بالنسبه لك دي حاجه غلط، فكل ده هيأثر على علاقتكم كاصحاب. كان نخش على اخر سؤال، ولكن كاجابه على السؤال الثاني، فكره ان انت تتعايش مع ناس ثقافتها مختلفه بتعتمد عليك انت، هل انت هتوافق على ده ولا هترفضه. اخر سؤال هو بيقول ايه هي اول 3 مشاكل قابلتك في امريكا اول سنتين؟ وهو قال اول سنتين. ومشكلتي في امريكا اول 3 مشاكل في اول سنتين كانت اول حاجه اللغه، ان انا كنت فعلا انا كنت دخلت هاي سكول ما كنتش عارف اعمل صحاب، ما كنتش عارف اعمل اي حاجه. ف يعني ربنا وقف لي شويه ناس عرفوا يساعدوني. فموضوع اللغه ده كان صعب جدا جدا جدا. موضوع سيستم امريكا، السيستم هنا غريب جدا جدا يا جدعان والله. سيبك بقى من كل الفيديوهات اللي بتشرح لك، ولكن انت فعلا اول ما هتيجي هتتصدم. يعني انا مش متعود على كل ده. والسيستم هنا ناقص سيستم الحياه عموما. يعني احنا في مصريين سواء السن اللي انت جاي، لو انت جاي في امريكا من سن
12 ل 18 سنه، وده اللي انا جربته، انت متعود على الدلع. احنا بما متدلعين في مصر، وانا كنت يعني مش متدلع، مش مرفه يعني، انا كنت من ابو زعبل زي ما بقول لكم يعني. الدنيا كانت معاهم كحرات على الاخر، ولكن متعودين ان كل حاجه بابا وماما، ولكن ما فيش بابا وماما، ما فيش خلاص يعني، انسى الموضوع ده. انت ده دورك انت، هم عملوا كل اللي يقدروا عليه عشان خاطر الناس اهلك الحقيقيين اللي ساعدوك فعلا ووصلوك للحاجه اللي انت فيها دلوقتي، هم عملوا كل ده عشان انت تبقى بني ادم اللي هنا بقى. بس ده وقتك انت بقى انك ترد كل حاجه بقى، خلاص انت كده هم وصلوك للعقل الكويس والقدره وكل حاجه، انت بقى اللي ترد ده بقى خلاص. فانسى بقى ماما بابا كل الكلام ده، الموضوع ده لازما مهم جدا جدا. تاني مشكله، ما كنتش عايز تحول على السيستم من فكره انك هتحول بقى من الدلع لمسؤوليات وليله، فدي برضو مشكله. تالت مشكله بقى، وهي بص بعد تفكير كتير لان انا ما كنتش عندي مشكله، تالت مشكله مش عارف الاقيها ولكن لقيتها، هي فكره الصحاب. بما ان احنا اتكلمنا عن موضوع الصحاب، فكره ان انا كنت شخص اجتماعي جدا في مصر بطريقه، يعني انا عارف كميه ناس في مصر سواء في المدينه اللي انا كبرت فيها والقريه اللي انا كبرت فيها كتير، او متعود ان احنا كل يوم لازم ننزل، كل يوم لازم نروح العب كوره، برجع البيت 2 الفجر اقعد العب كوره لحد 2 الفجر. عارف كميه ناس وعندي شله وعندي اصحاب وليله. جاي هنا ما تعرفش اي حد، مش عارف تخرج، مش عارف تكلم صاحبك، مش عارف تعمل اي حاجه، وكل اصحابك اللي بيتكلموا اونلاين في مصر، كل الناس دول مش عارف تتواصل معاهم الا عن طريق موبايل. ويعني خلاص بقى كل واحد بيتشغل وبينسوك، والدنيا دي اثرت عليا قوي قوي اول سنتين او اول 3 سنين، لحد امر الله ما ربنا كرمنا هنا باصحاب وعملنا اصحاب والكلام ده كله. ولكن الفتره دي ان انت بعدت عن صحابك ان انت متعود عليهم، او بعدت عن اهلك، لو الكيس بتاعتك ان انت لوحدك اصلا وبعدت عن اهلك، صعبه جدا جدا جدا، ومن اصعب الشعور اللي هتحسه، لدرجه انها بتجيب اكتئاب ساعات، لان انت خلاص انت متعود على سيستم وبتغيره. وفي ناس ياما رجعوا مصر بسبب الموضوع ده، انه مش عارف يعيش بعيد عن اهله، مش عارف يعيش عن صحابه الليله اللي هو متعود عليها. فدي مشكله قابلتنا انا كمان، ولكن الميزه هي في امريكا انك تيجي صغير يعني. دي انا حاجه شايفها قوي قوي. جاي صغير او جاي بمسؤوليه مش هتخليك تسير عن الطريق، يعني جاي بعيله وعارف انت لازم تصرف عليهم وكده، يا اما جاي صغير قوي ومعاك عيلتك. يعني لو جاي لوحدك بقى يعني ربنا معاك، هي يا صابت يا خابت، ربنا يوقف لك ولاد الحلال اللي يقفوا معاك ويظبطوا الدنيا، والصاحب الصالح اللي يروق عليك، لان هنا الضياع سهل جدا جدا. ولكن في العموم انت لو جيت صغير ومعاك اهلك وعرفت تمشي على الطريق الصح هتبقى ممتاز جدا. او جاي وانت معاك مسؤوليه، معاك مراتك وعيالك وعارف ان دول مسؤولين منك وهتصرف عليهم، فهتركز. ولكن بشكل عام موضوع الصحاب اللي قلت لك عليه ده هيأثر عليك، ولكن هتعرف تتعداه. هو كل ده بيبني من شخصيتك انت، انا كعمر كل ده بيتبني من شخصيتك، عامل زي قطع البازل دي ناقصاك، بتبني بتقوي نفسك في الحته الفلانيه وهكذا وهكذا، بحيث ان انت تبقى بني ادم تاني تعرف تتاقلم وتعايش مع الحاجات دي. بس انا دي سلسله كده بداتها على خفيف على السايد برضه عشان ما اقطعش فيديوهات عندكم، هي فكره ان احنا كل شويه نروح مدينه انا اتبسطت فيها وانا عايش فيها، وانا رحت جربت فيها حاجه معينه وعجبتني او اعرف حد عايش فيها، نوريها لكم ونقول التفاصيل بتاعتها وكده. وعارف ان الفيديو، عرفوني في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه تاني في المدينه. انا عارف ان انا بدات سلسله هي دي يعتبر تكمله للسلسله، فعايزين تعتبروها تبع السلسله اعتبروها، مش عايزين تعتبروها سلسله جديده. عرفنا عايز تشوف تاني عن المدينه. بس عجب الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك، تعمل اشتراك في القناه، انتم مظبطيني على الاخر، وصلنا 116,000 على الفيسبوك، مشاهداتنا عاليه قوي قوي على الفيسبوك، وعلى اليوتيوب كذلك وصلنا 68,000 على ما اعتقد، قربنا من 100,000، فممتاز ممتاز، انتوا عاملين معايا احلى واجب. فما تنساش لو انت عجبك المحتوى ونسيت تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك ودوس على زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد ما تهش بقى في اللي هم مع الدحيح ومع محمود المهدي والكلام ده كله، لا يعني اعمل لي يعني عشان ما توش مع الناس، ايه يظهر لك يجيب لك نوتيفيكيشن فوق خصيصه كده يقول لك عمر نازل فيديو جديد، فتخش تلحقني. ولو على الفيس اعمل لايك وخش اعمل فولو من جوه، وبامر الله اشوفكم الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. طب لما نقول الجاكيت البامب الكل نقول استر يا رب، لما نقول الجاكيت البامب الكل